اتعرفت عليه و بنكلم بعض بالتليفون، ساعات يتردد عليا لما كنت تعبان اكون في مستشفى اكون كده يعني، نتكلم مع بعض. وبعدين صرحته بان انا عايز ابيع شقه ليا في المقطم، لأن دي شقه العمر بتاعي بتاع 50 55 سنه كده وانا بشتغل، فاللي عرفت اجمعه حكايه الشقه دي والحمد لله. فقلت ابيعها وادي الفلوسها للعيال يتصرفوا فيها بقى هم براحتهم يعني. فقال لي طيب ان شاء الله ربنا يسهل. ففوجئت انا دخلت عملت عمليه بسميكر للقلب، تنظيم ضربات القلب، وممنوع ان انا اتحرك كنت بعدها لمده شهرين على الاقل، لانه بيحصل نوبات اغماء وبيحصل نوبات زهايمر عاليه جدا جدا نتيجه ان جسمي غريب دخل جسم البني ادم، واتمنعت من الحركه. فجالي بعد 15 يوم من عمل العمليه او 20 يوم وقال لي خلاص جبنا المشتري واديت له العقود، وجاب لي العقد باسم شركه اللي هي تشتري العقار، والمبلغ اللي موجود فيه في العقد يعني موجود في النيابه ده كله. ان رحنا جاب لي شيك مصرفي مقبول الدفع، شيك مصرفي مقبول الدفع، رحنا بيه البنك، في البنك قبله وقالوا لي تمام. وبناء عليه رحنا الشهر العقاري وسجلت الشقه. انا قاعد في الشهر العقاري في الحاله المزريه اللي انا كنت فيها دي يعني، فاستبدلوا اسم الشركه واسم صاحب الشركه باسم واحده تانية وقدموا بطاقه واحده تانية. انا اكتشفت ده امتى؟ بالبنك قالوا لي الشيك هيجي يتصرف مثلا بعد 45 يوم عمل فعلي. المده عدت، فبتصل بالبنك قالوا لي الشيك فرط، تعبير بنكي كده يعني. فرحت البنك، يا اخوانا في ايه الحكايه؟ قالوا لي الشيك فيه ظاهر حاجه لعبه كده ولا حاجه. لعبوا عليك يعني ما أنا هقول لحضرتك. اتفضل. وبعدين قالوا لي هو انت عامل التوكيل لمين؟ اسم الشركه مش موجود كمان، ده اللي جاي في البيانات. فبعت المدام راحت البيت، بنك قريب من البيت، فالمدام راحت جبنا العقد، فلقينا ان العقد جبنا التوكيل اللي انا وديته في الشهر اللي عملناه في الشهر العقاري، التوكيل باسم واحده مش باسم شركه. التوكيل هو معقول التوكيل ان هم يستلموا الشقه يعني باسم واحده، اسم واحده ست مش باسم الشركه يعني. فانا اكتشفت ان انا ضحيه نصب، فطلعت على مكتب السيد وزير الداخليه على طول فورا، فوجهوني كل الساده مديرين الامن الموجودين متواجدين في الوزاره، وجهوني للسيد لواء محمد عبد الله مدير اداره البحث الجنائي. الراجل قابلني بمنتهى الاحترام وقال لي ما تقلقش ان شاء الله هنجيب لك الجناه، واحلني على اسم المقطم. الساده ضباط المباحث السيد شادي والسيد محمد المعداوي عملوا لله محضر وزياده. وبعدين اتحالت على النيابه خدت اقوالي، المستشار عمرو، ناس في منتهى الاحترام، ما شفتش يعني بيعاملوا الناس ازاي، حتى اللي عاملين جرايم وعاملين كده ولا كده بيعاملوا الناس بمنتهى انا ما شفتش بقالي كتير ما دخلتش اماكن زي دي الا مثلا لو رحنا نصور، انما اول مره احتك كده بالشكل ده لقيت في منتهى الاحترام بيعاملوا الناس، والناس كلها حالاتها مقضيه يعني، لدرجه ان يعني حاولت ان انا اعمل اي حاجه لاي حد، الناس كلها رافضه، حتى من اقل الناس يعني الناس اللي بيبقى لها كده ولا كده ناس واقفين بمنتهى الشهامه لخدمه مصالح الناس، ربنا يقويهم ويقدرهم على ده كله يعني. يا رب. فيعني وبعدين جالي، ده اللي حصل بالظبط يعني، مش اتقي شر من احسنت اليه ولا، لكن هقول انا زي العيل الصغير، انا باخد فلوس من حد وما بعدهاش، انا ما بعرفش جيبي فيه ايه، انا ما بعرفش ايه الحكايه رايحه فين ولا جايه منين يعني. انا مسالم لاقصى درجه، مسلم امري لله وماشي كده في الدنيا زي عيل عنده 5 سنين لسه ابيض زي ما انا عندي 78 سنه، في 78 سنه وربنا قدره انه يضحك عليا، ربنا يسامح. لا ما فيش. بدنا حقها يرجع. في ملحوظه كده صغيره، انا المحامي بتاعي انا عندي يعني ابن خالتي المحامي الكبير السيد احمد الدح واقف معايا، وابنه السيد مدير الامن الامن العام السيد حسام الدح واقفين معايا، وبعدين المحامي بتاعي الاصلي الاستاذ طلعت الشريف، والاستاذ طلعت الشريف جاب لي خبر ان مكتب الدكتور بهاء ابو شقه هيقرروا ان هم واقفين معايا ممثلين في المستشار خالد عبد الباسط ابو شقه، المستشار عبد الباسط متولي المستشار عبد الباسط متولي ابو شقه رئيس هيئه الدفاع في مكتب دكتور بهاء الدين ابو شقه، هو اللي واقف تولى خد القضيه خلاص وتولاها، ما شاء الله. وكلهم عملوا كل ده بدون مقابل ورافضين تقاضي اي مبالغ مني نظرا لسوء الحاله اللي انا فيها دلوقتي. ربنا يكرمك. دي عموما يعني اتقي شر من احسنت اليه. وبعدين يعني مش كله بيعمل شر يعني، انا عامل خير كتير وبيترد لي خير، عمري ما عملت خير وترد لي شر، ومش معتبر اللي جالي ده شر، ده امتحان من عند ربنا عايز يشوف قوتي قد ايه يعني. انا صبرت على الكانسر على السرطان 5 سنين لحد ما عملت علاج كيماوي وعلاج اشعاعي 5 سنين، فاللي صبرني 5 سنين ما شاء الله. هيصبرني شهر كمان، واللي صبرني على الجهاز اللي راكب في القلب ده برضه هيصبرني على بقيه الايام اللي جايه واكمل لغايه ما اخلص رسالتي خالص واسافر. طب طمنا على حضرتك بقى بعد العمليه وخصوص المرض ده. الحمد لله، واشتغلت ونزلت اشتغلت، وفي رمضان كنت شغال كويس والحمد لله. باذن الله يا رب. الحمد لله. الشخص ده بقى لما هو نصب عليك جاب لا ده قفل تليفونه. ازاي بقى؟ قافل تليفونه
هرب تقريبا، الله اعلم. بس طلع له الامر ضبط واحضار من النيابه. انا كلمته قلت له الشيك مزور، قال لي يبقى لازم تبلغ دلوقتي حالا. مم. بعد ما قال لي بلغ قفل تليفونه. ولا كل اعضاء النقابه بيكلموني كل يوم، وزملائي بيكلموني، و يعني الدنيا كلها الحمد لله بيكلموني، يعني بكل واقف جنبي وكل مستعد انه يعمل حاجات كتير عشاني الحمد لله. متشكر ليهم، متشكر ليهم، اللي بيسال عليا متشكر جدا ليه، متشكر قوي ليه. يا رب. وكلنا نقف في ظهر بعض. على فكره انا يعني لما المحامي اللي انا موكله بالدفاع في قضايا بقاله 30 سنه واحنا اصدقاء وزميل العمر وعشره، المحامي اسمه طلعت الشريف جاي يزورني ويطمن عليا ويبلغني تحيات المستشار. طبعا عرفنا بنفسك الاول سيادتك الاول. انا طلعت الشريف صديق الاستاذ صبري من 30 سنه، وهو اصلا يعني عامل لي توكيل من 30 سنه هو والاسره، واي حاجه بيقدم عليها لازم بياخد استشارتي فيها. فللاسف الشديد الموضوع ده بالذات نظرا لان الشخص اللي نصب عليه بيتردد عليه وعارفه، فكان مديله ثقه، فبالتالي ما اداش خوانه وما اتصلش بيا وما سالنيش ان انا اكون معاه لانه كان في حاله مرضيه. فاستغل الحاله اللي هو فيها وبسرعه نصب عليه وجاب له العقد موجود وقال هبيع، وجاب له الشيك المزور وجاب له العقد ومضاه عليه. وبعد كده الاستاذ صبري راح البنك بعد 45 يوم لقى الشيك مضروب ومزور، واتصل بالشخص النصاب دوت عشان يقول له. فاول ما عرف راح قفل تليفونه، والاستاذ صبري توجه للنيابه وتوجهنا للنيابه، والنيابه امرت بضبط واحضار الشخص النصاب، والست اللي الاستاذ صبري عمل لها التوكيل البيع لنفسه للغير ما يعرفش عنها حاجه. انا بس عايز اوجه نصيحه للناس كلها. النصيحه دي دايما النصاب دور على طماع ويزود له. استاذ صبري طبعا مش طماع ولا حاجه، بس هو يعني بيوهمه، وده اللي حصل معاه، بان الحاجه دي لو ثمنها قرش انا هبيعها لك بقرشين. ازاي؟ يعني قال له سعر غير السعر. يعني استاذ صبري قال له سعر خيالي، فطبعا فرح. وده سعر خيالي. قال له مبلغ كبير قوي، طبعا مش هقدر اقول المبلغ، لكن هو قال له مبلغ كبير قوي. يعني تعدى 2 مليون. يعني انا اصلا كان مفوضني هو ان انا اشوف له مشتري برضه للشقه وكده، وانا فعلا جبت له حد بس بالسعر المناسب بتاعها. استاذ صبري رفض، فجه النصاب راح عرض عليه ضعف المبلغ ده، فبالتالي هو وافق الاستاذ صبري، والحكم التردد عليه ويعرفه من 10 15 سنه. فبكل اريحيه مضى له على العقد، لان في ثقه وكده، وراح عمل توكيل لواحده ثانيه. كان الاستاذ صبري معتقد ان التوكيل ده متعمل للشخص المشتري للشركه. للشركه، لكن اتعمل لواحده ست، عشان طبعا ايه يعمل تمويه ويتوه ويدخل الاستاذ صبري في متاهات، وان هو باع الشقه للشركه وباع الشقه بتوكيل، وايه حبكه درام، حبكه نصب. بس هي نصب مقنن، وفي نفس الوقت دي يعني عصابه عندها القدره انها تنصب، وفي نفس الوقت عندهم الملكه القانونيه ان هم مستفين كل حاجه. لكن انا بطمن الاستاذ صبري من خلالكم ان شاء الله باذن الله ان حقه هيرجع له، والشقه هترجع له ان شاء الله. الناس دي طبعا نصابين، جابوا حد قاعد في الشقه من خلالهم على اساس ان هو بقى مشتري وكده وبتاع وحاسن النيه، عشان طبعا يحبكوا الحبكه النصابيه بالناحيه القانونيه. بالظبط كده. لكن طبعا الوضع ده مش قانوني، وان شاء الله طبعا حتى لو الشخص الموجود دوت حاسن النيه هيترفع عليه ان شاء الله جنحه غصب حيازه باذن الله، وقضيه نصب طبعا هتبقى على الطرفين، لان اركان جريمه النصب ثابته على الشخص النصاب ده وعلى الست اللي هي تعمل لها التوكيل. لا، هي تعتبر فيلا دورين شقه دوبلكس. اوجه نصيحه للناس، يعني لو اي شخص هيقدم على شراء شقه او عقار او وحده سكنيه، ارجوكم يروحش لوحده، لازم يجيب معاه محامي عشان هو اللي هيقدر يوجهه صح. لا لا، لو معاه محامي مش هيتنصب عليه، لان المحامي هيبقى فاهم ايه الموضوع بالظبط وايه الاجراءات بالظبط. انا مش عارف انا مضيت على ايه ولا اتكلمت في ايه ولا قلت ايه ولا بصيت في ورق، والله العظيم ما بصيت. هو بصيت ان انا يعني العقد ورحت ماضي على طول بحسن نيه، لان كنت بقول لك في حاله زهايمر ما عرفتش حتى انا ماضي على ايه. ولما رحت الشهر العقاري قالوا لي خدت الفلوس، قلت لهم ما خدتش شيك. ابني كان بيمتحن وبنتي في الامتحانات.